بلدة الرفيد في الريف الجنوبي لمحافظة القنيطرة من أهم البلدات التي انخرطت في الثورة السورية منذ اندلاعها قبل عامين، وقد تم تهجير معظم سكان القرية القريبة من هضبة الجولان السورية المحتلة جراء القصف المستمر من قبل قوات النظام التي تحاول استعادة السيطرة عليها من المعارضة التي أحكمت قبضتها عليها في أغسطس الماضي. تقع بلدة الرفيد في الريف الجنوبي من محافظة القنيطرة، هي من أقرب البلدات المطلة على الجولان السوري المحتل. انخرطت في الثورة في الشهر السادس من عمرها، وفي شهر أغسطس الماضي استطاعت قوات المعارضة السيطرة عليها. حاولت قوات النظام اقتحام البلدة مرات عديدة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل. أيام النظام ما ظانا حياة أسوأ منها ما أبو، والله حطوا لنا الرشاشة ذاك وهناك، ما خلونا نطلع برا الدار من الساعة 7 ورا. ياخذون السيارة، ياخذون اللي عنده ترس، اللي عنده سيارة، اللي عنده صريج مية يفكونه فك، واللي عنده حبات يشيلونه ويحطون عندهم. خلت الرفيد من سكانها 6000 ولم يبقى منهم سوى 50. القصف الذي يأتيها من التلين الشرقي والغربي طال أيضا الدور الأثرية والكنيسة الرومانية. شو ضربونا واحنا قاعدين بدورنا، وما عندنا لا خبز ولا مازوت، ما عندنا شيء. شوف دارنا شلون، شوف الجامع شلون قصفوه. لقرية الرفيد أهمية عسكرية تتمثل في وجود خط ألون الشهير، والذي كانت تتحصن فيه قوات العدو الإسرائيلي عام 67، كما يطل على البلدة تل الفرس الذي ما زالت توجد فيه قوات إسرائيلية حتى الآن. معاناة متكررة لأهالي بلدة الرفيد في الريف الجنوبي من محافظة القنيطرة، يقولون أنهم تعرضوا لمثل هذه المعاناة من العدو الإسرائيلي، واليوم يتعرضون لها من النظام السوري. منتصر حوراني، الجزيرة، من بلدة الرفيد في ريف محافظة القنيطرة.